اعمل حوارك بقى. يعني في البداية بنرحب بحضرتك الكاتب أحمد ناجي، دي تاني مشاركة لحضرتك في معرض القاهرة الدولي للكتاب. يعني في البداية كده عرفنا على الديوان السنة دي اللي انت مشارك بيه في معرض القاهرة الدولي للكتاب. اولا ده تاني مشاركه. امم ده مشاركه المعرض اللي قبل اللي فات 2023 كان اول ديوان ليا احمد مش ناجي. ايوه. كان ديوان الديوان الثاني اللي هو السنه دي فرصه احسن من كده. خلينا نبدأ واحدة واحدة، يعني كلمنا عن الديوان الأول بيتكلم عن ايه وايه تفاصيله وايه محاوله. هو الموضوع كله جاي من الاسم، مش استغلال الاسم قد ما هو اللي جوه الديوان بيعبر عنه اكتر. يعني اللي هو احمد مش ناجي اللي هو بيتكلم عن فرصه النجاه. ممكن تورينا الكتاب كده؟ نكلمنا. فالديوان بيتكلم عن النجاه بشكل عام، ان هو احمد مش ناجي اللي هو احمد مش ابوك، احمد مش ناجي اللي هو مش ناجي. فاهمني؟ فهي الفكره مش فكره اسمي خلاص يعني انا اسمي احمد ناجي لن أعيش في جلباب أبي، يعني نظام لن أعيش في جلباب أبي. نظام النجاه اللي انت مش ناجي، مش ناجي، او هو احمد نفسه كاسم مش هو ناجي. الفكرة جات لك ازاي وبدأت تكتب فيها، بدأت تدون فيها من امتى؟ من 2018. تمام. انت استوحيتها من مسلسل لن أعيش في جلباب أبي؟ مش علاقه خالص. اصل هي نفس الفكرة، يعني انت مستوحي كده برضه. لا، هو الموضوع مش مشتق من فكره واحده، هو كذا فكره. احمد مش ناجي، احمد مش من النجاه نفسها. ايوه. النجاه اللي هو المعنى. تمام. فهو مش فكره لن اعيش في جلباب ابي، انا مش شبه كذا او مش ناجي في الحياه عموما. بس هو الفكره بتتكلم عن كده. الدور مقسم ل4 اجزاء. جزء بيتكلم عن شخصيتي انا وابويا والعلاقات والاجتماعيات وكده. بتتطلع لإيه تاني؟ يعني مشاركاتك بقى السنين الجاية بعد نجاح طبعا النسخة الأولى والنسخة الثانية، بتتطلع لإيه تاني؟ والله ان شاء الله، بس هو اهم حاجه بس ان الكلام يوصل للناس، دي اهم حاجه، ده المكسب الموضوع كله. يعني هو مش محتاج ان الواحد يكون يعني بيطمح ان هو تجاريا او يبيع او الكلام ده، هو بيطمح ان الكلام يوصل للناس والناس يعني تحبه. بس هل تعاقدت مع منصات او حاجه؟ بنسمع الفتره الاخيره ان الكتب الالكترونيه بدات تنتشر اكتر يعني. لا خالص انا ما بحبش ده وبحب الورقي اكتر. الورقي هو اللي عايش وهو المفروض ان هو يستمر. الالكتروني مهم بس الاهم الورقي. ان دلوقتي لو وضع عندك ان انت تجيب الكتروني منين؟ مش هتجيب. يعني بما انك يعني كاتب وليك اكتر حاجه من كتاب، بتنصح الشباب في السن العشرينات اللي هم يعني يتجهوا لايه اكتر؟ يتجهوا اكتر حاجه ان هو يحافظ على الحاجه اللي هو بيحبها، بعيدا عن الادب، هو الفن عموما. يعني يمسك في الحاجه اللي هو بيحبها، يحاول مره واثنين وثلاثه واربعه، حتى لو وقع هيقوم تاني. بس اهم حاجه يستمر، الاستمراريه مطلوبه، دي اهم حاجه. مش ان انت عشان وصلت لشيء ما انت كده هتقف، لا كمل واستمر، عشان خاطر دي الادب والفن عموما محتاج الاستمراريه اكتر. يعني بنشكر لحضرتك على اللقاء الجميل ده، وان شاء الله السنه الجايه من نجاح لنجاح، ونلاقيك ان شاء الله النسخه الثالثه والرابعه والخامسه. شكرا لحضرتك يا استاذ احمد، ربنا يبارك فيك.